بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا الدرس 20 وهو عن أثاث البيت باللغة السندية. فنبدأ الدرس بسم الله. قبل ما نبدأ الدرس نذكركم مرة ثانية الإخوة اللي لسه ما اشتركوا، ويا ليت لو يشتركوا في القناة ويعملوا لايك ويفعلوا زر الجرس وكومنت وشير. جزاكم الله خير عشان يكون تحفيز لنا لمتابعة الدروس القادمة إن شاء الله. الدرس 20 وهو أثاث البيت باللغة السندية. غر أول كلمة عندنا عن البيت، هو أصله هو نفس البيت يعني. غر غر أي البيت أو المنزل أو الدار، نقول له غر. غر. घंटी घंटी أي الجرس. در دروازو. در أو دروازو يعني الباب. در أو دروازو يعني الباب. كمرو كمرو يعني غرفة. चाबी चाबी يعني المفتاح. तालो तालो أي القفل. ओताक ओताक أي المجلس أو غرفة الضيوف. والمجلس هذا المجلس السندي يعني أوطاق يكون له يعني ميزات خاصة. إن شاء الله يوم من الأيام نسوي لكم فيديو خاص عن الأوطاق هذه وعن عادات وثقافة السنود، وكيف يكون الأوطاق، يعني كيف يكون مجلسهم، وكيف يكونوا متواجدين الكبار والصغار، وكيف يستمعون للكبار الصغار، يعني كيف يستمعون، يعني عادات وتقاليد مرة يعني جيدة وممتازة جدا جدا من الثقافة السندية. تظهر يعني أصل الثقافة السندية الأوطاق هذه. إن شاء الله نسوي لكم فيديو خاص للأوطاق إن شاء الله يوم من الأيام. أوطاق يعني المجلس أو غرفة الضيوف. دري دري أي الشباك أو النافذة. بटन بटन أي الزر. أي زر يعني زر الباب أو زر الجرس أو زر الكهرباء مروحة أي شيء يعني بटन زر. أو حتى الزر اللي هنا في القميص اللي يكون موجود برضو نقول له بटन. بكو بكو المروحة. डंडे वारो पखो डंडे वारो पखो المروحة الأرضية اللي تكون واقفة، المروحة اللي تكون واقفة على الأرض. وإذا كانت على الجدار نقول بهت وارو بكو، يعني الجدارية، المروحة الجدارية اللي تعلق على الجدار. بهت بهت أي الجدار. تشت تشت أي السقف. السقف من تحت يعني مو السطح، يعني السطح من فوق، فتشت من تحت، لكن هيتا نقول معاه هيتا. تشت هيتا لأن السطح كمان بالسندي نقول له تشت نفس الكلمة. السقف تشت هيتا والسطح تشت متا. السطح تشت متا. पर्दो पर्दो الستارة. खट खट أي السرير. والسرير له يعني ميزات خاصة برضو
عندنا زي الأوطاق زي المجلس يعني من الثقافة السندية، يصنعوه بطريقة يعني مختلفة ومنفردة جدا. إن شاء الله يوم من الأيام برضو نسوي لكم فيديو خاص عن السرير السندي الكتة هذه. كرسي، كرسي هو نفسه الكرسي. داكنة، داكنة سلم. اير كولر، اير كولر مكيف صحراوي. اي سي، اي سي المكيف. ريلي، ريلي الشرشف، هذا شرشف سندي خاص يعني برضو. ريلي من الثقافة السندية، نسوي لكم إن شاء الله يوم من الأيام فيديو خاص عن الريلي هذا وكمان كيف يصنعونه. قدو، قدو الفراش. فيهانو، فيهانو المخدة أو الوسادة. كمبلو، كمبلو البطانية. سوڑي، سوڑي هذه بطانية سندية خاصة برضو يعني إن شاء الله اللي نسوي لكم فيديو خاص عن البطانية السندية هذه اللي هي السوڑي. يصنعونها من القطن الخاص يعني، ويكون مرة حار في البراد يعني في الشتاء يعني تدفيك مرة يعني ما تحس بالبرد. نقول له سوڑي، البطانية سندية خاصة هذه. كبتو، كبتو الدولاب. घड़ियाल، घड़ियाल ساعة جدارية أو منبه. بالتي، بالتي هي السطل. خانو، خانو هي الدرج. لايت أو بلب، لايت أو بلب هي اللمبة أو المصباح. برنالو، برنالو الميزاب. تيلو، تيلو الحقيبة والشنطة. صابون، صابون أي الصابون. مच्छरदानी، مच्छरदानी الناموسية. أنه عندنا هنا بيئة السند أو بيئة باكستان أو الدول الآسيوية هذه خاصة لازم تحتاج الناموسية عشان الناموس. गुलदस्तो، गुलदस्तो زهرية أو باقة أزهار. بينغو، بينغو المهد، وهذا مهد خاص أيضا من الثقافة السندية. يصنعونه من يعني بطريقة مختلفة وفريدة جدا برضو. إن شاء الله حنسوي لكم عليه فيديو بالبينغو هذه وللأجرك وللأشياء هذه الثقافية السندية. مينبتي، مينبتي الشمعة. باتروم نفسه بالإنجليزي دورة المياه الحمام الله يكرمكم. موتر، موتر مضخة الماء أو الدينامو. رسو، رسو الحبل. واشنج ماشين بالإنجليزي نفسه واشنج ماشين الغسالة. سلاي ماشين، سلاي ماشين ماكينة الخياطة. فريج، فريج الثلاجة. استري المكواة. بهاري المكنسة. تار السلك. لفت مصعد كهربائي. جرنيتر مولد كهرباء. نلكو مضخة الماء اليدوية. وهذه كانت بعض الأسامي تقريبا 5 من أثاث المنزل. إن شاء الله تكونوا حفظتوها وكتبتوها على كراسة. وبرضو يعني نقول لكم مرة ثانية لايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.